اليوم 29/7/2014. هذا هني الكتب اللي تشوفونها تابعة للجيش الكويتي اللي أموره سرية، لكن مع الأسف كلها مرمية بالشوارع وبالأسواق، وكل الكتب هذه محظورة. وهذا هني حتى من ضمن الكتب الأوراق السرية زين، والخرائط العسكرية اللي تقول لك منطقة الحشد ومناطق اللي يتواجدون فيها زين موجود هني. شوفوا الأهداف وغيرها. وهذه الخريطة الثانية هم نفس الشيء بعد تعطيك. احنا ما نبي نوضح الأمور العسكرية، لكن هم اللي اكشفوا أسرارهم بتجاهلهم زين بالأوراق أن هذه مهمة زين ويحافظون عليها. لكن هذا الجيش الكويتي ويعرفون الجيش الكويتي، وكان على راسهم الشيخ أحمد الخالد انك انت سلمه يا اخي كميات كبيرة من الامور العسكرية السرية. هذا هني تشوفون هذا الجزء الاول. هذا هني الجزء الثاني يبين لكم اللي تشوفونها الامور العسكرية. حتى هذه هني زين تصاريح لدخول مصفاة ميناء الأحمدي. وهذا هني هم بعد يقول لك هم محظور اطروحة في جمهورية بالو، الظاهر انه يبون يغزون ربعنا. هذا هني تشوفون هم بعد هذا محظور زين، تشوفون هني هم بعد ترى الاوراق اللي انا قاطها وايد اللي مخطوطة باليد زين، واللي مع الاسف تكشف امور زين سرية خاصة بالجيش الكويتي. هذا كله بسبب عدم التوعية الموجودة زين بالجيش الكويتي، حتى بالمسؤولين مع الأسف اللي ما ينتبهون لمثل الأمور هذه. الكتب ما تخرج من أسوار الجيش الكويتي، ما يصير مكانها بالشوارع. السلام.